أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم. 3 أيمانات يشهد عليهم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة إن اليوم بتاع بكرة ده كان سبب في يوم من الأيام إن حالي يتغير 180 درجة، إن الحاجة اللي دعيت بيها ربنا وكنت عايزها اتحققت بسبب اليوم اللي جاي علينا بكرة ده. وأنا كنت نزلت أكتر من فيديو اتكلمت فيه عن الحدث اللي حصل معايا بسبب اليوم اللي جاي علينا بكرة ده، وإن إزاي دعيت ربي سبحانه وتعالى، وإنه إزاي ربي استجاب لي دعائي في اليوم بتاع بكرة ده. اليوم بتاع بكرة ده يا سادة يعتبر يوم تحقيق الأمنيات، يوم تحقيق المستحيلات، يوم صنع المعجزات. بدون مبالغة ومن غير ما أطول عليكم نخش في الموضوع على طول، علشان هقول لك تعمل إيه بالظبط من دلوقتي لغاية بكرة المغرب، اللي لو عملته وطبقته بحذافيره أنا أضمن لك بضمانة الله سبحانه وتعالى، واللي ضمنها لك ان اللي انت هتطلبه من ربنا في اليوم بتاع بكره ده هيتحقق لك. وانا اتحداك لو عملت اللي هقول لك عليه وطبقته بحذافيره تخش عليك السنه اللي جايه ان شاء الله باذن الله، والعام القادم ما يكونش الحاجه اللي انت طلبتها من رب العزه سبحانه وتعالى في اليوم بتاع بكره لسه ما تحققتش. بكل بساطة مطلوب منك 3 حاجات: صبر وإيمان ويقين. صبر على اليوم بتاع بكرة ده، إنك تفضي نفسك خالص لليوم ده، اقفل تليفونك نهائي، انعزل عن العالم الخارجي تماما على مدار اليوم ده كله. خلي اليوم ده لله بس، ومش هعقد عليك الموضوع واقول لك قول دعاء معين ولا اعمل حاجة معينة علشان خاطر ما تتشتتش، ولكن بكل بساطة هتنام كويس. المهم ان انت من الساعة 3 ورايح تبتدي تقوم لربنا. المصلاية ما تقومش عليها على مدار اليوم، معاك من الساعة 3 لغاية تاني يوم المغرب، لغاية ما يجي ميعاد الفطار وتفطر. من الساعة 3 دي هتبتديها صلاة وقرآن وتسبيح وتهليل وتكبير. هتصلي الفجر، بعد الفجر هتقعد تسبح وتقرأ قرآن. لو عينك غفلت شوية ما فيش مشكلة، غفل شوية وقوم. قوم تصلي الظهر، تقعد تقرأ قرآن. حاول على قد ما تقدر، ويا حبذا كمان لو قريت سورة البقرة، واللي يقدر فيكم يقرأ سورة البقرة في ركعتين يبقى عمل كده شيء عظيم جدا جدا جدا. بص، خلي همك كله في اليوم ده على المصلاية. حاول على قد ما تقدر ان اغلب وقتك يكون موجود على المصلاية. انت بقى وقاعد على المصلاية نوع براحتك، تسبح، تهلل، تكبر، تقرأ قرآن، تقوم تصلي، تمسك المصحف وانت بتقرأ منه تصلي لك ركعتين، تصلي لك 4 ركعات. حاول تنوع في العبادة على قد ما تقدر، وفي كل انواع العبادات اللي انت بتعملها تدعي ربنا بالشيء اللي انت عايزه والطلب اللي انت بتتمناه من رب العزة سبحانه وتعالى. هتخش عليك صلاة العصر، هتصلي صلاة العصر. من بعد صلاة العصر لغاية صلاة المغرب ده التوقيت اللي أنا بسميه بالخطير. فهتيجي من بعد صلاة العصر، خلصت صلاة العصر حاول على قد ما تقدر إنك ما تقومش من على المصلاية لغاية صلاة المغرب. الوقت ده كله ما بين صلاة العصر لغاية صلاة المغرب، التوقيت ده كله أنت ما بتعملش أي حاجة غير إنك قاعد على المصلاية، تسبح، تصلي، تهلل، تكبر، تقرأ قرآن، تدعي رب العزة سبحانه وتعالى، تدعيه بالحاجة اللي نفسك فيها. حاول على قد ما تقدر انك في اليوم ده تكون مختلف ومتميز. مختلف ومتميز بمعنى انك تكون مختلف ومتميز في عبادتك. يعني ما تحاولش انك تكون زيك زي باقي الناس، انك الله اكبر وتصلي الركعتين وتقعد كده اليوم ده ايه شوية كده حلوين وتاخد بعضك وتقوم وخلاص وانا عملت اللي عليا. لا، ربنا في اليوم ده بيبص للمميزين، فخليك انت من المميزين، لانك انت لو زيك زي باقي الناس ما عملتش حاجة مميزة تلفت الانتباه. بمعنى تقريبي ولله المثل الاعلى، لما تكون انت في مجال الشغل بتاعك وكل الناس زي بعضيها وفي واحد بينكم متميز، مين اللي دايما بتبقى عليه العين ومسلط عليه الاضواء ودايما الناس كلها بص عليه واخده بالها منه؟ مش بيكون المتميز؟ فهو بالظبط كده ولله المثل الاعلى. انت حاول في اليوم ده تكون متميز في عبادتك، متميز بان انت تبذل اقصى ما في وسعك في اليوم ده في العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني بص، تجيب طاقتك على الاخر، يكون عندك صبر انك تعمل كل الكلام ده في اليوم ده. ده بالنسبة للصبر. اما بالنسبة لليقين، تعبد ربك سبحانه وتعالى وتدعيه وانت على يقين ومتأكد ان رب العزة سبحانه وتعالى هيستجيب لك وهيحقق لك الحاجة اللي انت عايزها ايا كان الشيء اللي انت عايزه. انا زي ما قلت لك اتحداك انك تعمل الكلام ده وتعدي عليك السنة دي ويدخل عليك العام الجديد وانت الحاجة بتاعتك اللي دعيت بيها ربك سبحانه وتعالى ما تحققت لكش. ولكن في حاجة مهمة بخصوص الموضوع ده، انك بعد ما تعمل كل الحاجات دي ما تجيش تكون عملتها على اكمل وجه وعملت كل اللي عليك والمطلوب منك والمفروض عليك عملته تمام وما فيش اي مشكله خالص وطلعت من اليوم ده ابيض ونظيف وزي الفل. ما تجيش بعديها تعك الدنيا بقى، لا، حاول تخليك مستمر. ليه؟ ان رب العزه سبحانه وتعالى بيكون باصص لك، بيكون حاطك تحت الميكروسكوب كده زي ما بيقولوا بالبلدي، انك بعد الفتره دي هتعمل ايه، هتتصرف ازاي. فما تجيش انت اللي عملته في اليوم ده تضيعه بعد كده، لان اللي انت عملته في اليوم ده جيت عملت عكسه في الايام اللي بعدها، فاللي انت عملته في اليوم ده
ده هيكون كفارة ليك في اللي انت عملته بعد كده، وكده انت ما استفدتش حاجة. ولكن حاول تخلي الحاجات اللي انت هتعملها بعد كده تكون حاجات كويسة وطيبة وصالحة، حاجات كلها فيها خير. ليه؟ عشان لما رب العزة سبحانه وتعالى يتابعك بعد اليوم ده ويبص عليك ويشوف اعمالك ايه ويشوف رد فعلك ايه، يلاقي اعمالك كلها خير ويلاقيك مستمر على الطاعة ومصر عليها، مصر انك تكمل فيها. مش انت عملت كده في اليوم ده علشان خاطر مصلحتك وبعد كده تاخد بعضك وتمشي، اللي هو يعني انت رايح لحد تخبط عليه انا عايز منك مصلحة، خدت مصلحتك وتاخد بعضك وتسيبه وتمشي وبعد كده ما تسألش عليه ومالكش دعوة بيه. لا، حاول تعمل الخير والحاجات الكويسة اللي انت هتعملها في اليوم ده، تحاول على قد ما تقدر انك تكون مستمر عليها لفترة كبيرة على قد ما تقدر بعد كده، بحيث ان رب العزة سبحانه وتعالى لما يبقى باصص عليك في الايام اللي بعد كده يبقى شايفك على خير وعلى طاعة وعلى صلاح. فدي حاجة كويسة هتكون داعم ليك عند رب العزة سبحانه وتعالى انه يستجيب لك دعوتك. طيب ايه تاني؟ الحاجة التانية، حاول ان الدعوة بتاعتك نفسها تكون مغلفة بالخير، بمعنى ان ما تخليش رب العزة سبحانه وتعالى ينظر لقلبك او لروحك او لنفسك او لعقلك او لتفكيرك او لاي حاجة فيك من اول شعر راسك لغاية لما مؤاخذة ضفر رجلك ويلاقي ان في اي شر في الدعوة اللي انت دعيت بها ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ان ما يكونش قلبك انت داعي الدعوة بالخير وان الدعوة فعلا فيها خير وان فعلا انت بتتمنى فيها الخير، ولكن يبقى عقلك وتفكيرك فيها ذرة ولو 1% شر بالنسبة للدعوة دي. بمعنى ان انا عايز ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقني 1,000,000 جنيه، انا في قلبي كل خير وان لو ربنا سبحانه وتعالى رزقني بال1,000,000 جنيه دي هعمل حاجات خير وهبني جوامع ومش عارف هعمل ايه، وكلها حاجات خير اللي في قلبك واللي في ضميرك من ناحية ال1,000,000 جنيه. ولكن عقلك في لحظة من الثانية كده او في فكر من التفكير بتاعت عقلك بيفكر مثلا انه والله لو جاني ال1,000,000 جنيه دي فلان اللي كان مثلا بيضايقني او بيأذيني لو طلب مني والله ما اديله. ان المهم اي تفكير يكون فيه شر، حاول تخلو عقلك ونفسك وقلبك وروحك من اي شيء يكون فيه شر بالنسبة للدعوة بتاعتك. خلي الدعوة بتاعتك زي ما قلت لك تكون مغلفة بالخير، عشان رب العزة سبحانه وتعالى لما ينظر ليك وينظر لدعوتك وينظر لعقلك وقلبك ونفسك وروحك يعرف ان جواك خير وان دعوتك فيها خير وانك كلك في بعضك مغلف بالخير بالنسبة لدعوتك. رب العزة سبحانه وتعالى يستجيب لك دعوتك، لان لو ربنا عرف ان الدعوة اللي انت تدعيها فيها شر ليك حتى ولو 1%، في احتمال ان ممكن ما يستجيب لكش دعوتك، لان رب الخير لا يأتي الا بالخير، ومفيش اي حد هيكون بيخاف عليك حتى اكتر من نفسك الا ربك سبحانه وتعالى. اليوم بتاع بكرة ده يا سادة يوم تحقيق الاحلام ويوم تحقيق الامنيات. والله اقسم بالله العلي العظيم ان انا بسبب اليوم بتاع بكرة ده في يوم من الأيام قعدت بين إيدين الله سبحانه وتعالى، دعيت دعوة وأنا على يقين إن رب العزة سبحانه وتعالى هيستجيبها لي، ورب العزة استجابها لي. اليوم ده بالنسبة لي هو يوم تحقيق المستحيلات ويوم صنع المعجزات، ما تضيعوهوش، ده يوم واحد في السنة كلها. اصبر على اليوم ده وتقرب وتعبد فيه لله لعله يكون سبب في راحتك بقية عمرك. خليك إنسان عقلاني، لأنك لو حسبتها بالعقل وبالحسابات ويوم مقابل 364 يوم، لو أخلصت النية فيه لله ممكن يكون سبب في إنك ترتاح 364 يوم. وأسأل الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين القبول، وأن ينصر إخواننا في كل مكان في بقاع الأرض، وأن يجعل هذا اليوم هو الفارج لنا من كل كربة. اللهم آمين. أنا مش محتاج أقول لك شير والدل على الخير كفاعله ولا أي حاجة، أنا حسيبك لنفسك ولضميرك ولقلبك، تعرف الخير فين وانت وضميرك. أصلح الله حالنا وحالكم، وكل عام وأنتم بألف خير.